يا صباح الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى معانا البيديفور. طبعا البيديفور كلنا عارفينه بيتعمل في العيد بس معانا وصفتنا النهارده. هنعمله على طول من غير عيد ولا حاجه. وصفه بسيطه وسهله، مش هتكلف اكتر من 10 دقايق من وقتك. عايزين تعرفوا المكونات ايه؟ كملوا معايا الفيديو. اول حاجة بنبدأ نحضر المكونات فيها. بنجيب معانا كيس دقيق، هيبقى حوالي 5 كوبايات دقيق. من 4 ل5 هياخد، بس هو في الغالب بياخد 4 ونص 5 إلا. ودي كوبايتين سمنة بدرجة حرارة المطبخ، يعني ولا سايحة ولا مجمدة، درجة حرارة المطبخ. ومعانا هنا كوباية سكر بودرة مطحون كويس قوي عشان ما يبانش في العجين. تمام. ومعانا هنا 3 بيضات كبار، وعليهم رشة فانيليا، ومعلقة شاي بيكنج باودر، بس كده. هنحضر هنا بولة معانا، ونبدأ نحط أول حاجة البيض والفانيليا. اول حاجه معانا البيض والفانيليا، وبعدين هنحط معانا كوبايه السكر. وطبعا كل المكونات يا ريت يكون بمج واحد علشان المكونات تطلع كلها متساويه. ونبدا نضرب حلو قوي قوي علشان يتجانسوا مع بعض والسكر يدوب خالص. واول ما نلاقي الخليط عالي كده وفار، نعرف ان ايه، السكر خلاص بقى جاهز. تمام كده معايا. هضرب حلو قوي قوي، اهم حاجه الضربه الاولانيه. ما عندكيش المضرب الكهرباء، استعملي المضرب اليدوي العادي ولا يهمك. هنحط بقى هنا معانا السمنة، كوبايتين سمنة. تمام. ونبدأ برضو نخلطهم كلهم مع بعض لحد ما السمنة تدوب خالص خالص. تمام كده. دي تاني خطوة معانا. بصوا هنا السمنة كانت درجة حرارة المطبخ سايحة، بس عشان الجو شتا ما مجمسكة شوية مع بعض. اهو بدأت اضربهم كلهم مع بعض كده حلو قوي. وايه، ما استعجلش عليهم في العجين علشان اهم حاجة كله يدخل في بعضه كده ويتجانس. تمام كده اهو. انا كده خلاص دوبت الحاجة كلها معايا. هبدأ بقى ان انا ايه، احضر الدقيق والبيكنج باودر. هنجيب البيكنج باودر ونحط على ايه، على الدقيق كده، ونخلطهم مع بعض على الحبة الاولانيين اللي فوق، عشان احنا مش ضامنين ان هي تاخد الكيلو كله. يعني ما تقلبوش في الكيلو كله، قلبيه على الحبة اللي فوق كده، الاولانيين اللي هم مضمونين اللي يخشوا معانا في العجين. تمام. وهبدأ بقى ايه، اشيل المضرب واقول له شكرا كده، وامسك بقى ايه العجين بايدي. هبدأ اعجن شوية بشوية لغاية لما ادوب الدقيق ويختفي، وارجع احط بعديه شوية تاني. هتني بقى اعمل في الموضوع ده لحد ما الاقي العجين خلع من ايدي. دي اهم حاجة في العجين. اول ما تلاقيه خلع من ايدك يبقى كده العجينة جاهزة معاكي، ونبدأ نشكلها براحتنا. هي دي الخطوة اللي لازم ايه نعملها في البيديفور بالذات، علشان لما نيجي نقطعه بالمكنة او حتى بالقمع او بكيس الحلواني ما يلزقش معانا ويتعبنا في التشكيل. مادام العجينة جاهزة وكويسة مع بعض كده، هتلاقيها سهلة جدا في التشكيل، وهتلاقي الدنيا سهلة وهتحب انك تعمليه كل شوية. انا عن نفسي عيد مش عيد بعمله على طول. تمام كده اهو. اهو بدأت اعجن، بس طبعا زي ما انتم شايفين معايا العجين كله لازق في ايدي، يبقى احنا لسه قدامنا حبة حلوين في العجن. وبرضو هناخد الدقيق لحد ما ايه كله يخلع من ايدينا. طبعا المقدار ده بيبقى حلو جدا، بياخد حوالي كيلو دقيق. ما ايه بيطلع حبة حلوين معانا. من اللي عايز يستكفي بمقدار تمام، بس انا لو في اعياد طبعا عشان بقى بوزع لجيراني وحبايبي ما بعملش مقدار، بعمل مقدارين. طبعا هتقولي طب ما عملتش ليه المقدارين على بعض؟ اقول لكم لاني انا مش ضامنه نوعيه الدقيق، مش ضامنه الدنيا تبقى فيها ايه. ممكن الدقيق يبقى نوعيته مش حلوه، هبص الاقي ان السمنه خلعت من الدقيق والدنيا باظت معايا خالص. تمام كده. ما انا بعجن مقدار مقدار اضمن، عشان برضو الحاجة مش رخيصة وهتبوظ مني وهتضايق. طب ما ايه، يعني خسارة بخسارة؟ لا لا، خلينا ايه واحد بواحد كده احسن واضمن. تمام. بس الحمد لله بيطلع معايا زي الفل. اهو انا بدأت، بصوا بدأت العجينة تلم معايا اهي، وتخلع كمان من البولة اللي انا بعجن فيها. برضو هتني اعجن كده، معلش بقى ايه عجنة طويلة شوية، بس طبعا ايه بسكوت والكحك والحاجات بتاعت العيد دي بتبقى على قلبنا زي العسل. تمام اهو. بصوا بقى ايه، هحط شويه بشويه ما تكترش. اهو كده بقى العجينه لمت من ايدي، وايدي نتفت بقت زي الفل اهي اتغسلت. واهو دول الحبه اللي فاضوا حوالي نص كوبايه.
تمام كده. هبدأ بقى اجيب صاجة واحضر حاجتي. الصاجة مش مدهونة، هنا صاجة تيفال بتاعة الفرن. هبدأ بقى اجيب مكنة البيديفور ديت واعمل شكل القلب. احنا طبعا كل سنة بنتخانق على الاشكال، انا مش بحب الاشكال ديت، بحب اللي هي فرع الشجرة، لان سهل جدا في التشكيل وسهل كمان في اللزق. بس ولادي بقى لا يا ماما، عايزين بقى القلب وعايزين الوردة وعايزين الشجرة. ما انا قلت ايه يعني، هما اللي بياكلوه، ما قلت يلا بقى. عملت القلب، كان جميل قوي بصراحة. والمكنة ديت انا كنت جايباها ب 55 جنيه من عند ادوات المنزلية كده. بقول لهم عايزة مكنة البيديفور، وانصحكم تجيبوا الاستانلس، بلاش تجيبوا البلاستيك، لاني انا جبته كانت تجربتي سيئة معاه. تمام. انا هنا بدأت اقطع اهو البيديفور. بصوا العجينة سهلة ازاي، وبتمسك في الصاجة وبتنزل من المكنة بسهولة. يبقى كده العجينة سهلة وجميلة معانا، يبقى كده تعرف ان البيديفور هيطلع زي الفل. ادي اول صاجة كده عملتها القلب. غيرت بقى الوش وعملت الوردة. طبعا هنا الوردة بتبقى صعبة شوية في النزول، بس ايه، لو العجينة زي ما قلت لكم مظبوطة هتلاقي الحاجة ماشية معاكم زي الفل. اهو بدأت اقطع الوردة، وكنت نفسي بقى احط فصوص، بس انا للاسف ما كنتش اعرف ان أنا هعمل وردة. بس ايه، تحت الضغط يعني عملتها. ما قلت هتصرف. ما بعد لما قطعت الوردة كده في الصاجة، رحت جايبة حتة عجينة كده صغيرة خالص. ورحت ايه حاطة عليها شوية كاكاو. تمام. وقلت هعملها كور بقى زي ما انتم شايفين كده، قلت اعملها كور رفيعة خالص واحطها في النص. صدقوني طلعت تحفة جدا واحلى من الفصوص بكتير. لما الوردة استوت كأنها مرسومة. اهو بصوا شايفين معايا كده، بحطها في نص الوردة لان نص الوردة بيبقى مفرغ وباين منه الصاجة. تمام. اهو انا بدأت بقى بعد ما سويته كده، بصوا زي الفل. هنا انا سويته درجة حرارة 180 في الصاجة اللي في النص، ما بياخدش اكتر من 5 دقايق ل8 دقايق. وانتي واقفة كده ما تنكيش تفتحي وتقفلي عليه كتير، عشان هو زي الكيكة بيهبط. سيبيه 5 دقايق وبعد كده تفتحي عليه، هتمسكي واحدة اول ما تلاقيه بيتحرك في الصاج تعرفي اللي هو استوى. هنا بقى الشوكولاتة الخام انا بسيحها ببشرها حلو جدا الشوكولاتة الخام. واقوم جايبة الشوكولاتة حطها في كيس بلاستيك، وجايباهم حطاهم في شوية مية سخنين بالسيح وتبقى زي الفل. واحط عليها شوية زيت صغيرين. وهنا طبعا المربى، كان عندي مربى فراولة انا كنت عاملاها في البيت. رحت ماسكاها ضرباها شوية في الكبة كده، عشان يبقوا ايه كريمي كده ويبقوا دايبين معاكي وانتي بتلزقي متعبكيش. اهو انا بجيب الاشكال بقى اللي هو القلب اهو، وهبدأ احط شوية شوكولاتة في النص والزقه، واحط بقى من الجنب كده وابدع في التشكيل ده بقى انتي وذوقك. بس اهم حاجة وانتي بتشكلي تجيبي الاتنين يبقوا قد بعض بالظبط، عشان يطلع شكله حلو، ميبقاش واحد صغير واحد كبير. اهم حاجة التشكيل، هو ايه الفينش الاخير. كمان لما تقدمي له ضيوفك كده وتدي لحبايبك فيه في العيد، ده يعني ايه يحسوا ان انتي مبدعة في الحاجة. بصوا بقى الوردة، انا هنا بصوا الوردة شكلها بقى تحفة ازاي بعد لما خلصت. الوردة ما بشكلهاش من فوق، انا يا دوبك بلزقها كده وخلاص. على كده شايفين شكلها جميل خالص ازاي. بصراحة الحاجة كانت طالعة حلوة جدا. وشوية بقى بالمربى وشوية بالشوكولاتة، وانا بقى ايه المقدار التاني رحت قلت لهم كده كفاية عليكم بقى. وانا هعمل بقى الفرع الشجرة، علشان انا بتعب من الاشكال ديت في التشكيل، يعني فرع الشجرة بالنسبة لي بيبقى اسهل. تمام. اهو بصوا فرع الشجرة رامي معايا كتير ازاي. اهو بس بجيب اتنين قد بعض، وده بلزقه بقى بالمربى، لزقه بالشوكولاته. عندك شوكولاته بيضه برضو اعمليها كده. عندك بقى جوز هند شكلي من فوق، عندك مكسرات، اي حاجه اللي انت حباه اعمليه. عايزه تسيبيه كده كفايه، مش مشكله كفايه. اهم حاجه انك تعملي في بيتك وتعملي حاجتك بنظافه كده وسمنه بلدي وحاجتك الجميله ديت، وتبهري الناس وتدي لحبايبك كده في العيد والمناسبات. وتعمليه الصبح في ايام العاديه حتى من غير عيد، جنب كوبايه شاي كده وادعيلي. اهو انا كده خلصت اهو. هعمل بقى المقدار كله وارجع لكم تاني. بصوا حبايب المقدار يعني طالع جميل جدا جدا. بصوا بعد ما شكلته اهو، ومقدار كبير. ولو هتجيبيه بقى يبقى مثلا عامل حوالي 3 كيلو ولا حاجة، واكتر كمان من 3 كيلو. وفرت وعملت في بيتك وفرحت ولادك. وطبعا ولادي اللي قعدوا يشكلوا معايا من ورا الكاميرا كده، كله قاعد يشكل معايا. يلا لو عجبكم الفيديو انزلوا بسرعة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واختاروا كلمة الكل عشان يوصلوا كل جديد. والحياة اسهل مع رندا وبس.